عمرك جالك وقت حسيت إن الناس اللي أنت قاعد في وسطيهم كلّهم ضدك؟ يعني حسيت إن هم كلّهم عليك أو إن أنتم ما فيش بينكم وما بينهم تفاهم أو حسيت بحاجة غلط؟ طب عمرك سألت نفسك إنك ممكن فعلًا يكون الموضوع ده مش بسببك أنت؟ ممكن بالموضوع بكل بساطة تكون إن أنت في بيئة مختلفة عنك، في بيئة ما هياش شبهك، فلما ده بيحصل أنت هتبقى حاسس إنك الحاجة الوحيدة اللي غلط، وكلهم هم اللي صح، وهم بيبقوا شايفين نفسهم إن هم اللي صح وأنت الوحيد اللي غلط، والموضوع كله ببساطة إن أنتم مش شبه بعض، أنت شخصية بطريقة تفكير وهم بتفكير تانية خالص. خليني أديك مثل، دلوقتي أنت لو نزلت رحت الجيم هتلاقي كل الناس اللي في الجيم لحد كبير يعني ناس أثليتيك وناس عايزة رياضة وناس عايزة تخلّي بالها من صحتها. على النقيض تمامًا لو نزلت رُحت smoke shop أو hookah lounge or whatever، الناس اللي هتلاقيهم قاعدين هناك الناس اللي عايزين يسموكوا they don't care much about صحتهم. تمام؟ على حسب أنت حاطط نفسك في أنهي بيئة. تمام؟ هل أنت عايز تبقى مع الأثليتيك والّا أنت عايز تبقى مع الsmokers؟ فكر وقيم البيئة اللي حواليك وشوف هل أنت في البيئة الصح بالنسبة لك ولا أنت في بيئة غلط فأنت شايف إن أنت غلط وشايف إن أنت ماشي عكس التيار والناس اللي حواليك كلهم هم اللي صح. تمام، فكر في الموضوع ده لأن بحد كبير أنا مش بتكلم لما أنت تكون عامل حاجة غلط والناس كلهم والشعب كله متضايق منك سواء دول أو دول، لأ، بس أنا بتكلم في النورمال إن أنت حاسس إن أنت مش شبه الناس اللي حواليك أو مش شبه الناس اللي أنت بتتعامل معاهم لدرجة شكيت في نفسك وحسيت إن أنت غلط. تمام، الموضوع بكل بساطة محتاج تغيّر البيئة وتhang out مع ناس شبهك، مع ناس من نفس البيئة. تمام، البيئة اللي حواليك بيئتك هي مرايتك اللي بتشوف فيها نفسك، فاختار المراية صح، عشان المراية الحلوة الكويسة اللي شبهك هتشوف نفسك فيها حلو، والمراية الوحشة هتشوف نفسك فيها وِحِش. نقي مرايتك بعناية.